هقولك على كذا تكنيك عشان تكتب فيه قرآن أكتر من مرة في رمضان، وإزاي تعمل ده صح، وكله في ميزان حسناتنا يا رب، ونكفر عن ذنوبنا على قد ما نقدر. أول حاجة، ما تعتمدش على طريقة واحدة لقراءة القرآن. يعني من الاخر انا ما بصعبهاش على نفسي، مش لازم كل مره اكون قاعده وماسكه فيها المصحف. انا منزله ابلكيشن وعامله نوتيفيكيشن للورد بتاعي كل يوم عشان اقراه وانا ماسكه التليفون في اي وقت. ده غير ان انا ممكن اسمعه سواء في الراديو او في الهيدفونز وانا رايحه عزومه وانا هموت من الجوع. تاني طريقه بقى بسميها 5 صفحات، ودي قاعده جديده كده انا اخترعتها، ان بقرا 5 صفحات من القران قبل كل صلاه وبعد كل صلاه. يعني هيوصل في الصلاه الواحده ل10 صفحات، يعني في اليوم حوالي 50 صفحه. لو حسبتها في الاسبوع وفي الشهر كله احتمال تختمه مرتين. تالت بقى طريقة واخر طريقة بالجزء، ودي لما بحب ان انا انجز شوية او حاسة ان انا عايزة اختمه كمان مرة والحق اخر 10 ايام، بعملها جزء الصبح اول ما اصحى، جزء بعد العصر، وجزء قبل ما انام. بعيدا بقى عن كل الطرق دي، عايزة افكرك ان قراءة القرآن لا عمرها كانت بالكم ولا بالعدد. يعني نسعى نختمه اكتر من مرة، بس اهم حاجة بالنسبة لك التفسير. انا بقالي سنتين بجيب مصحف فيه التفسير بتاعه من جواه، وبجد فرق معايا قوي. كل سنة وانتم طيبين.